يا صباح الورد وصباح الفل وصباح الياسمين. ازيكم يا احلى بنات ويا احلى امهات في الدنيا كلها؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني جدا جدا قد الدنيا كلها. فيديو جديد ونبدأ كده الفيديو بتاعنا بهدوء نفسي وبشوية قرآن حلوين كده يملوا البيت خير وبركة. وعايزة اقول لكم يا بنات قد ايه بجد اصحى من النوم كده الاقي الشمس ماليه البيت كده ومنوره البيت. يعني انا عايزه اقول لكم ان دي الاضاءه بتاعه البيت، انا مش مشغله اي نور. وبعدين اشغل شويه قران سوره البقره كده الصبح في البيت. ما شاء الله بجد يا بنات، يعني قمه الراحه النفسيه. ويا سلام بقى لو نشغل بعدها كمان الرقيه الشرعيه، وبجد يعني تبقي كده حصنتي بيتك ومليتيه هدوء نفسي كده على الصبح وانتي لسه صاحيه من النوم. النهارده يا بنات الفيديو بتاعنا بجد خطير جدا ومتأكدة انه هيعجبكم، فكملي معايا الفيديو للآخر عشان متأكدة انك هتطلعي مستفيدة من الفيديو ده. في الأول كده عايزة اقول لكم ان المقطع ده انا مصوراه من كام يوم. كان يوم الشتاء الجامد ده، فاكرين كان حصل مطر جامد كده. وعايزه اقول لكم يا بنات ان الشوارع غرقت. انتوا متخيلين؟ يعني الشارع اللي تحت البيت، يعني انا ربنا حقق لي املي وبقيت قاعده على النيل. متخيلين؟ شقتي حرفيا كانت على النيل. انا اول مره في حياتي اشوف المنظر ده. انتوا يعني بجد والله عمري ما شفت بجد ميه ماليه الشوارع كده، لدرجه احنا قعدنا تقريبا 3 ايام الدنيا متبهدلة. بس مش يعني مش الجزء ده بالذات عند البيت، أنا أصلا بعدها بساعتين كان جت عربيات كده وسحبت المية. بس في أماكن كتير كانت اتبهدلت. وبعدين بقى المشكلة كلها إن مش عارفين نطلب حاجة دليفري ولا عارفين ننزل طبعا نجيب حاجة. الدروس والمدارس بصوا كانت كارثة بمعنى الكلمة يعني. الحمد لله كله خير. أنا عايز أقول لكم إن يا بنات الدنيا عندي بجد، شايفين المية اللي على الأرض دي؟ أنا اتصدمت لأن الشباك عندي، المجرى بتاع الشباك ده اتملى ميه وابتدى انه يوقع ميه جوه الشقه كمان. فالحمد لله انا ما جاش في بالي ابدا ان ممكن البيت يبقى فيه ميه، بس هو الوضع كان كارثي. انا عماله اصور لكم من كل مكان. يعني الوضع كان صعب. قولوا لي انتوا كمان، يعني الشقة عندكم غرقت ولا عملتوا؟ انا عندي البيت حرفيا والله يعني الجزء بتاع السفرة ده اتبهدل. انتوا شايفين؟ انا عايزه اقول لكم يا بنات ان انا يعني كل اللي بعمله ده ان انا قعدت عماله بحاول الم الميه، بس المجرى ده كان كله ميه. انا عايزه اقول لكم الطبق اللي انا بعصر فيه الفوطه ده 3 مرات افضيه من كتر الميه اللي كانت موجوده. فكان وضع مريب بجد يعني. فالحمد لله كله خير. بصوا بقى يا حلوين، تعالوا النهارده عايزه اتكلم معاكم في بجد يا بنات سر غير حياتي. والله العظيم يا بنات حولني حرفيا من قمة الكسل لقمة النشاط. يعني انا عارفة ان احنا كلنا طالعين من بعد العيد في حالة كسل كده مش طبيعية. بس عايزة اقول لكم يا بنات ان الموضوع ده او السر ده انا لما بدأت فعلا اطبقه في حياتي والتزمت بيه فترة، قد ايه يا بنات فرق معايا جدا جدا. انا هنا بوريكم ان انا كان عندي غسيل عايز يتنشر وما كنتش عارفة أنشره من منظر الشباك والحبال. فعايزة أقول لكم إن أنا مسكت الجزء بتاع الشباك ده، مش متخيلين عملت فيه إيه. نضفته كويس جدا كله، مسكت الحبال كلها نضفتها عشان أعرف بس أنشر الغسيل. وهنا يا بنات زي ما قلت لكم قبل كده إن أنا متعودة أصلا دايما وأنا في المطبخ بعمل الغدا بتاعي. بابقى لازم وأنا واقفة كده أشوف لو في عندي أي درج أو أي مكان في المطبخ محتاج يترتب بامسكه أرتبه معايا. فبما إننا طبعًا خلاص داخلين على العيد الكبير وأنا واحدة من الناس خلاص ما بقيتش بازنق نفسي، ما بقاش عندي حاجة اسمها تنضيفة للمطبخ. فقررت من النهارده أشوف الأدراج اللي عندي اللي بدأت إنها تتوسخ أو اللي اتبهدلت شوية، أبدأ إن أنا أضبّطها علشان على أمّا ييجي العيد يكون المطبخ عندي كلّه متضبّط، مش محتاج يعني شغل كتير أو كده. فأنتِ كمان خلّيكِ ذكية وابدئي من دلوقتي. لو عندِك الأدراج بتاعتِك وأنتِ واقفة بتطبخي وأي أكل على البوتاجاز كده مَيّة بتغلي، أي حاجة أنتِ مستنياها تخلّص، امسكي أي درج جنبِك أو أي حاجة اعمليها. بجد الموضوع ده مُنجز جدًا وهيحسّسِك إنِّك عملتِ حاجات كتير في وقت قليل. يعني مجرد دلوقتي اللي أنتِ واقفة بتعملي فيه الغدا، أنتِ أخدتِ معاكِ الدرج، أخدتِ رف واحد في التلاجة، أخدتِ رف واحد في دولاب الخزين، في أي مكان.
رتّبتيه كده وأنتِ واقفة بجد قد إيه الموضوع هيفرق في نفسيتِك وهيحسّسِك إن الموضوع ما بياخدش وقت، فهتبدئي كل يوم تاخدي دُرج، دُرجين معاكِ كده، فترتّبي الدنيا بسرعة. الفيديو اللي فات عملت معاكم دُرج المعالق، النهارده هاعمل معاكم وحدتين عندي في المطبخ كانوا عايزين يتنضّفوا. اللي أنا بانضّفها معاكم دي يا بنات العلب اللي أنا بابقى حاطة فيها المكرونة والشعرية والحاجات دي، مش باغسلها كل شهر على فكرة. أوقات لمّا باحس إنها اتبهدلت أو اتوسخت ممكن أغسلها أو فضيت يعني، وهي في الغالب نادرًا ما بتفضى معايا. بس في العموم يعني أنا ما باغسلهمش على طول. هم علشان الغطا بتاعهم أبيض أوقات بيتوسخ، فكل ممكن شهرين 3 كده أبقى أمسكهم مرّة أغسلهم يعني لمّا أحس إن هم محتاجين يتغسلوا. المهم يا بنات بقى من أهم الحاجات اللي عايزة أقول لكم إنها فرقت معايا جدًا في حياتي كلّها يا بنات، واتكلمت معاكم في الموضوع ده قبل كده وهو الاستعداد، إن أنا أبقى دايمًا سابقة بخطوة، أبقى أنا دايمًا أستعد من قبلها. بُصّوا يا بنات لو طبّقتوا نظام الاستعداد ده في حياتكم، إن أنتم تبقوا دايمًا مستعدين من قبلها، مجهّزين من قبلها، سواء بقى أنتِ موظفة، سواء أنتِ سِت بيت، قد إيه الخطوة دي هتفرق معاكِ مليون درجة في حياتِك. يعني هادّيكِ مثال بسيط كده للموضوع ده. أنا مثلًا واحدة من الناس ما ينفعش أدخل أنام من غير ما أبقى من قبلها بيوم مجهّزة كل حاجة في دماغي كده، اللي هو أنا بكرة ولادي عندهم دروس إيه، طيب رايحين المدرسة، طب هاجهّز lunch box إيه، طب هاطلّع إيه للغدا، ما هو ده برضه استعداد إن أنا قبلها بيوم لازم بابقى مجهّزة أنا بكرة هاعمل غدا إيه، وعلى أساس ده أنا باطلّع لو لحمة هتفُك، لو فراخ هتفُك باطلّعها أخلّيها في التلاجة، فده برضه بيساعدني تاني يوم إن أنا مش لسه هافكّر وأطلّع أكل يفُك وأتأخّر في عمايل الأكل لأ، أنا مجهّزة قبلها بخطوة، دايمًا سابقة بخطوة، أنا مطلّعة الأكل بتاعي يفُك لإن برضه من ضمن الحاجات اللي بافكّر فيها، هل إحنا المواعيد هتضبط إن إحنا نقعد نتغدى مع بعض كلّنا؟ لإن طبعًا البنات عندي كل بنت بيبقى عندها درس في وقت مختلف، ساعات بيبقى في درسين فبينهم في ساعة، فممكن واحدة تيجي تلحق تتغدى قبل ما تنزل الدرس التاني، فاهماني؟ بتبقى لخبطة كده، فلازم أبقى عارفة طب هُم هيصحوا إمتى؟ عشان أبقى برضه أنا مضبّطة الalarm بتاعي أو عارفة طب هيروحوا المدرسة، طب الدروس بعد المدرسة، لأ ما فيش مثلًا مدرسة فأنا هاصحّي على ميعاد الدرس على طول. لأ دي هتقوم الأول مثلًا تحل homework أو تذاكر الأول قبل الدرس فاهمني؟ لازم كل ده أبقى أنا مجهّزاه من قبلها بيوم. برضه الأكل على حسب، يعني لو إحنا هنتجمّع وهنتغدى مع بعض كلنا، فده برضه بيفرق في نوع الأكل اللي هاعمله، يعني أنا مثلًا لو هاعمل فراخ بانيه، لو هاعمل بفتيك، هاعمل حاجات من الحاجات اللي هي بتحتاج إنها تُقف تتقلى دي، أنا علشان أقف بقى أقلي لكل واحد الأكل بتاعه لوحده، فدي هتبقى طبعًا مجهود عليَّ. ففي الأيام اللي مش هينفع ناكل مرّة واحدة كلّنا، باخلّي دايمًا أكلة سهلة، ممكن أعمل بسلة، أعمل سبانخ، فاهمينّي؟ حاجة اللي هو إيه، كل واحد هيحط الأكل بتاعه في طبق وهيدخّل ميكروويف يسخّن وياكل، أو حتى لو هيتسخّن على البوتاجاز الموضوع هيبقى أسهل من إن أنتِ لسه هتُقفي تقلي وتسخّني وتعملي لحد واحد، واحد وتعملي بطاطس ومش عارف إيه، فهيبقى طبعًا مجهود عليكِ أنتِ. فأنتِ متخيّلة إنِّك مجرّد جهّزتِ قبلها بيوم أنتِ هتعملي إيه والدروس إيه وضبّطتِ الوقت إيه، أكبر حاجة هتخلّيكِ تفشلي في يومِك وتخلّيكِ تسوّفي حاجات كتير وتخلّيكِ دايمًا متأخّرة في عمايل الأكل، متأخّرة في كل حاجة، هو إن أنتِ ما عندكيش خطط مسبقة من اليوم اللي قبله، إن أنتِ ما بتمسكيش ورقة وقلم كده وتقعدي تحدّدي أنا بُكرة دنيتي فيها إيه، في حاجات اسمها أولويات، حاجات أنا لازم أبقى مجهّزاها وعارفاها إن أنا هابدأ بيها، زي مثلًا لو هاشغّل الغسالة، لازم أول حاجة باعملها إن أنا أشغّل الغسالة ليه، علشان عارفة إنها بتاخد وقت، فعلى أمّا أخلّص مثلًا الغدا تكون خلّصت، فأطلع أنشّر الغسيل بتاعي على طول. ففي حاجات كده لو رتّبت لها من قبلها هتلاقي الدنيا ماشية معاكِ أسهل، هتلاقي نفسِك بتنجزي حاجات أكتر، كل ما نظّمتِ من قبلها بيوم أنا بُكرة عندي إيه مهم وبعدين أنظّم إيه أقل أهمية، بعدين إيه الأقل أهمية منّه، ده هيدّيني space وهيدّيني مجال إن أنا أقدر أنجز كل المهام اللي ورايا، ليه؟ لإني رتّبت الأولويات، أنا عارفة أنا ورايا بُكرة حاجات مهمة جدًا هابدأ بيها الأول،
زي مثلًا ما ينفعش أبقى أنا عارفة إن ولادي في الدرس دلوقتي قدامهم ساعة وجايين، وأنا مثلًا قايمة دلوقتي من النوم متأخر مثلًا، حصل أي حاجة، فهاقوم لأ أنا هارتّب البيت بعدين أعمل الغدا. طب واللي هييجوا من برّه هَمّهم كلّه إن هم يتغدوا، دول هتعملي لهم إيه؟ فأنا لأ، أرتّب أولوياتي. أنا خلاص قُمت متأخر مش هينفع أقوم أنضّف الأول، لأ أنا أقوم مثلًا أخلّص غدايا بحيث إن هم هييجوا يخلّصوا يلاقوا غداهم جاهز، فيتغدوا على طول، بعدين مش مشكلة، أبقى أنا بعد كده أنضّف البيت. فمهم جدًا إن أنتِ تبقي مرتّبة أولوياتِك، لكن تخيّلي أنتِ لو قايمة كده سايباها بقى على الله، يعني قايمة كده يومِك هناكل إيه النهارده؟ طب أقوم أشوف الفريزر فيه إيه، والّا أشوف لسه أنا هابعت أجيب من برّه إيه. وده يا بنات بجد أكتر حاجة أنا عايزة أقول لكم إن اليوم اللي ما بابقاش مخططة له إن أنا هاعمل غدا إيه، أنا عايزة أقول لكم إن 99% إحنا بنجيب أكل فيه من برّه، بجد. فكرة إني لسه هابعت والdelivery اتأخر، أصل الولاد مش هيلحقوا، أصل مش هالحق أعمل أكل، لأ، أنا دايمًا شايفة إن أنجح حاجة تعمليها في بيتِك إنِّك تبقي بتجيبي اللحوم بتاعتِك بالشهر أو بالأسبوعين وتبقي مجهّزاها في التلاجة. المهم أنا مش هاقوم تاني يوم أفكّر لسه أنا هاعمل إيه، أو لو هتجيبي حتى من قبلها بيوم، المهم إن أنتِ تبقي عارفة، عاملة حسابِك، لأ أنا بُكرة عارفة إن أنا خلاص هاعمل بُكرة كذا، وخلاص مجهّزة حاجتي، مجهّزة حاجته كلّها عندي، ما اجيش وأنا في نُص الأكلة أتفاجئ لأ ما عنديش صلصة، لأ ما عنديش زيت، لأ ما عنديش خضرة مثلًا، فلسه هاروح أجيب وأتعطّل والدنيا تُقف منّي، لأ يعني حاولي على قد ما تقدري تبقي من قبلها بيوم أنتِ مضبّطة دنيتِك. بجد يا بنات النقطة دي لوحدها كفيلة إنها تضبط لِك يومِك، وكونِك بقى أنتِ كمان مرتّبة اللي وراكِ، يعني عارفة إن أنا لو ورايا ميعاد دكتور، لو ورايا حاجة فمضبّطة ميعاده، فهتلتزمي بميعاد تمرين، بميعاد دكتور، بأي حاجة هتلاقي نفسِك ابتديتِ تلتزمي ليه؟ لإنِّك خلاص أنا عاملة plan، أنا عاملة خطة لليوم، عارفة أنا يومي ماشي إزاي، فعشان كده عملت حسابي من بدري، فمش هاتفاجئ إن أنا راح عليّا ميعاد دكتور، ولا راح عليّا ميعاد تمرين، ولا بنجري عشان نلحق التمرين، ولا لأ، أنتِ هتلاقي نفسِك ضابطة الدنيا لإنِّك من قبلها بيوم خلاص أنتِ مقررة هاعمل إيه، مضبطة هاعمل إيه، ده هيدّيكِ مجال إنِّك تنجزي كل حاجة وأنتِ مرتاحة، حتى ميعاد صحيانِك هيفرق، يعني أنتِ هتلاقي نفسِك حتى الميعاد اللي أنتِ بتقومي فيه ضابطاه عشان لأ أنا النهارده محتاجين الولاد هييجوا بدري مثلًا، فمحتاجة إن أنا أخلّص الغدا بدري، غير يوم لأ أنا النهارده هُم هيتأخروا فأنا هاقوم براحتي مثلًا، فاهميني؟ هيدّيكِ مجال إنِّك تضبطي اليوم، فده هيخلّيكِ ما تكسليش بقى، ده هيخلّيكِ أصلًا قايمة من النوم أغلب الأوقات بنبقى قايمين فاقدين الشغف ومكسلين فيها إن إحنا قايمين مش مرتبين لحاجة، يعني قايمين كده عادي. لا أنتِ عارفة هتعملي أكل إيه، ولا عارفة وراكِ إيه في البيت هتعمليه، وده بقى ياخدنا لنقطة تانية مهمة جدًا يا بنات، وهي الروتين والنظام اللي إحنا بنمشي عليه في بيتنا. إحنا لو عندنا روتين ومقسمين مهام البيت، وأنا باضبط من قبلها بيوم كده، وباشوف أنا بكرة هيبقى عندي غدا إيه، وولادي عندهم إيه، وفي نفس الوقت كتبت أنا عندي ترتيب إيه في البيت كمان، الجزء اللي أنا هاعمله في البيت النهارده، لو هاعمل أوضة النوم، لو هاعمل أوضة الأطفال، لو هاعمل جزء في المطبخ، لو هاعمل زي ما سارة قالت كده أعمل حسابي بكرة وأنا باعمل الغدا آخد معايا درج المعالق مثلًا، هتلاقي قد إيه يا بنات الموضوع ده أنا نِفْسي تجرّبوا وتقولوا لي بجد الموضوع فارق معاكم والّا لأ، قبل ما تنامي ربع ساعة، مش عايزة منِّك أكتر من كده، امسكي ورقة وفضّي فيها اللي في دماغِك كُلّه، كُلّه، بدل ما أنتِ حاطة كل حاجة في دماغِك اكتبيها في ورقة، خلّي النوت بوك دي أو الورقة دي جنبِك في كل مكان، اكتبي كل حاجة مهمة وراكِ، اكتبي كده صنّفي الحاجات المهمة اللي أنا لازم هابدأ بيها وأخلّصها، الحاجات اللي أقلها أهمية شوية اللي ممكن تتأخّر، حاجات مش مهمة لو ما عملتهاش مش لازم أعملها أصلًا يعني، بس أنا باكتبها اللي هو in case أو في حالة إن أنا قدرت أعملها والله يعني زي الفل إن أنا عملتها، ما عملتهاش خلاص هي ما كانتش أصلًا مهمة ممكن أأجلها ليوم تاني يكون عندي مجال أو تكون الدنيا فاضية شوية. ده هيخلّيكِ تحسي أصلًا بالإنجاز لمّا تلاقي عندِك كان وراكِ مهام كتير في اليوم كمان وأنتِ أنجزتيها قد إيه، ده هيدّيكِ دَفعة إنِّك تكمّلي بقى، إن أنا لأ، ده أنا النهارده إيه ده، إيه الشطارة دي، ده أنا على فكرة حاجات كتير جدًا خلّصتها وعملتها النهارده، ده أنا أنجزت كام حاجة وعملت كام حاجة النهارده، بُصّي كام مهمة النهارده خلّصتها، خلّيكِ فخورة بإنجازاتِك البسيطة على فكرة اللي أنتِ بتعمليها دي هتدّيكِ push وهتدّيكِ دَفعة إن أنتِ
يعني تبقي أحسن، إن بُكرة هاعمل معاهم أكتر، لأ أنا بُكرة هانجز حاجات أكتر، هتلاقي نفسِك يومِك ضبط، دنيتِك ضبطت، ما عُدتيش خلاص بتجري ورا نفسِك ولا عُدتِ بقى طول الوقت متعصبة ومتنرفزة على الولاد وأعصابِك مشدودة وكسلانة وحاسة إن أنتِ فاقدة الشغف. والله يا بنات كل ده بييجي من إن إحنا ما عندناش استعداد مسبق أو تجهيزات مسبقة ليومنا. لكن أنا باقول لكم عن تجربتي الشخصية قد إيه النقطة دي فرقت معايا جدًا، وزي بالضبط ما قُلت لكم يا بنات واتكلمت معاكم بمنتهى الصراحة، يوم ما كلمتكم على موضوع إن أنا أمّا بدأت أقسّم مهام البيت عندي، الموضوع ده فرق معايا جدًا في حياتي ونظّم بيتي وخلّى بيتي دايمًا نضيف. النقطة دي نظّمت يومي، فرقت معايا في يومي، إن أنا بقيت سابقة بخطوة. يعني أنا دلوقتي مثلًا هانام، قبل ما أنام أنا عارفة بُكرة هاعمل غدا إيه ومجهّزة الغدا بتاعي. وعارفة إن أنا بكرة ولادي دروسهم إمتى، وهيصحوا مش عايزة أقول لكم إن حتى اللبس اللي هيلبسوه إحنا مجهّزينه كمان، يعني عارفة عشان ما يقوموش بكرة محتاسين ويدوّروا هنلبس إيه ونجري ورا بعض والساعة واتأخرنا، لأ، كل حاجة تبقي مجهّزاها من قبلها بيوم هتفرق معاكِ جدًا، هتريّحِك، هتدّيكِ space ومساحة إن أنتِ ما تبقيش قايمة متهرجلة وبتجري وكل البيت بيجري ورا بعضه. وطبعًا زي ما عملتِ ترتيب اليوم، تقدري كمان تعملي ترتيب للأسبوع كله، يعني تقدري في يوم كده لو أنتِ النهارده عندِك شوية وقت وقاعدة كده، خصوصًا بقى لو أنتِ موظفة قد إيه النقطة دي هتفرق معاكِ وهترتب لِك يومِك، إنِك تبقي عاملة حسابِك الأكل مثلًا طول الأسبوع أنا هاعمل أكلات الأسبوع ده، فأقدر إن أنا أوفّر لو حاجة هتتفرّز، لو حاجة هتتعمل، لو أفتكر أجيب حاجة معايا من الشغل مثلًا. وكمان ده هيساعدني جدًا وأنا باعمل الأكل، يعني مثلًا لو أنا عاملة حسابي إن أنا الأسبوع ده هاعمل مرّة مكرونة بشاميل ومثلًا هاعمل مرّة كوسة بشاميل، فهتلاقي نفسِك وأنتِ بتعملي مثلًا العصاج أو اللحمة المفرومة ممكن تعملي كمية زيادة وتقسميها على مرّتين، فيوم ما هتيجي تعملي الأكلة التانية يبقى عندِك جاهز مثلًا العصاج، فاهماني؟ فكرة الترتيب إن أنا أبقى مرتبة أفكاري وإن أنا أبقى عارفة أنا إيه اللي ورايا وإيه اللي عندي، ده هيخلّيكِ بتختصري وقت وبتختصري مجهود على نفسِك كبير جدًا. أنا باتكلّم كمان يا بنات على البنات اللي بتشتغل والموظفات، لإن أنا بييجي لي في الكومنتات كتير جدًا بنات تسأل إزاي ننظّم يومنا وإحنا بنشتغل ومعانا ولاد، وطبعًا الله يكون في عون كل بنت بتشتغل ومعاها ولاد، بجد الموضوع مش سهل خالص، بس صدقوني بالورقة والقلم وبتنظيم الوقت قد إيه الدنيا بتفرق، يعني بجد خصّصي ورقة وقلم ونظّمي كل يوم أول حاجة تكتبي فيها أولوياتِك في الأول كده، أول حاجة تحطيها الحاجات المهمة اللي لازم تتعمل في اليوم، كل حاجة وراهم بابقى كاتباها ومنظّماها، فبابقى عارفة دايمًا إيه اللي ورايا، أبقى حتى لو يوم زانق أو ممكن أعمل أكل قبلها بيوم وأبقى مجهّزة أكلي من قبلها بيوم، بحيث إن تاني يوم مش هابقى فاضية أصلًا إن أنا أعمل أكل، في الوقت اللي كنت هاقف أعمل أكل فيه ده أنجز فيه حاجة تانية أو هاوصّل ولد مدرسة أو هاجيب ولد من درس، فاهماني؟ فهتفرق جدًا معاكم، غير إن أنا أبقى قايمة عمّالة عارفين الكورة اللي بتتشاط من إيد لإيد، هو إحنا كده بالضبط، اليوم اللي أنتِ هتقومي مش مخططة فيه اللي وراكِ تاني يوم، هتلاقي نفسِك عمّالة ماما أنا ورايا تمرين دلوقتي، يالّا نجري ننزل التمرين، ماما ودّيني مش عارف فين، التاني مثلًا عايز ييجي من الدرس، ما فيش حد يجيبه، مش منظمة، مش مضبطة اللي وراكِ، ما لحقتش أعمل غدا، تعالوا بقى نجيب أكل يالّا بسرعة من برّه، وأكل برّه على قد ما هو طبعًا مُضر، يعني دي حاجة منتهية بس على قد ما بقى يا جماعة تكلفة غير طبيعية، يعني أنتم لو عيلة 4 أو 5 أفراد مش عايزة أقول لكم أقل من 1000 جنيه عشان تجيبوا أكل من برّه، فالموضوع برضه بقى مُكلِّف جدًا وصعب جدًا موضوع أكل برّه ده، غير إن ما فيهوش أصلًا أي فايدة للأولاد وإحنا أصلًا في فترة امتحانات، فأكيد هم محتاجين كل أكل فيه فايدة وكل أكل معمول من إيدِك أنتِ ضامنة نضافته وضامنة أنتِ عاملة إيه. فالتخطيط والاستعداد هتخلّيكِ الأم المثالية، بجد والله العظيم، هتخلّيكِ دايمًا جاهزة، يعني في أي وقت أنتِ مستعدة، وإحنا في وقت يا بنات الوقت بقى بيجري بطريقة مش طبيعية، يعني بجد الواحد بقى بيخاف من كتر ما الوقت بيجري جدًا، فإحنا النهارده كل دقيقة إحنا محتاجينها، فده أكتر وقت إحنا محتاجين إن إحنا نعمل control فيه، أو إن إحنا بقى بجد نقول لأ، إحنا لازم نقعد كده نكتب 1، 2، 3 إحنا عندنا إيه في كل حاجة، نبقى مجهّزين علشان تقدري إن أنتِ
تعملي كل اللي وراكِ. النهارده الأم ما عادتش مطالبة بالأكل والشرب وبس زي أيام زمان، برضه مهما قارنا عمر الأم زمان ما هتبقى زي الأم النهارده بكل المسؤوليات وبكل الحاجات اللي وراها. يعني أكيد هتبقي محتاجة إن أنتِ تنظّمي وقتِك عشان تقدري إن أنتِ يعني تمشّي يومِك بأسلم وأحسن طريقة، وتبقي قدرتِ تنجزي كل حاجة وراكِ في اليوم. وبس كده يا حلوين، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، أتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ولو بحاجة بسيطة. وطبعًا زي ما شفتوا في الفيديو كده النهارده، كان ترتيب سريع كده لكام حاجة في المطبخ كانت يعني عايزة أخلص منها وعايزة أنجزها، ودايمًا هي أكتر حاجات بتتبهدل في المطبخ يعني، اللي هي بقى العلب الصغيرة والحاجات دي. فزي ما قُلت لكم دايمًا وقت الغدا هو الوقت المثالي لتنضيف المطبخ، وأشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة يا أمارات.